الله نور السماوات والأرض الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان فهو قرآن الشيطان. الغناء قرآن الشيطان، والوحي هو قرآن الله جل وعلا. نعم. فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا. نعم، لأن التشبيب هذا بالنساء ومدح النساء ومدح الغلمان هذا يوقع في الجريمة الخلقية والعياذ بالله، هذه نتيجته. نعم. وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. نعم، هم الآن يعقدون له الأندية والمطربات والمغنيات، يجعلون مسابقات ومكافآت للمغنين والمطربين، هذا حزب الشيطان. وهناك من أهل الخير ومن من يعتني بالقرآن وتعليم القرآن ووضع الجوائز لحفاظ القرآن، فرق بين الفريقين، هذا يحث على كتاب الله وعلى تعلمه وتعليمه، وهذا يحث على قرآن الشيطان تعلمه وتعليمه، يشجع عليه. نعم. وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. مهجورا يعني متروكا، فإذا قرئ القرآن أعرضوا عنه، وإذا سمعوا صوت المغني طربوا له وأنصتوا. نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات. السماع يعني الغنى، يهدؤون ويستمعون ويتلذذون، وبعضهم قد يخرج عن عقله. نعم، بواسطة الطرب. نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت. ذياك هذا تصغير تحقير. نعم، وأصله ذاك. نعم. فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث والنسوان. مخانيث يعني المتشبهين بالنساء، ما هم مخانيث أصحاب اللواط، لا، المخانيث اللي يتشبهون بالنساء في تنعمهن وفي أصواتهن وفي رقتهن. نعم. فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث والنسوان، ويحق لهم ذلك وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها وقد خالط خماره النفوس ففعل يعني مسكر. خماره يعني إسكاره، لأن الغنى يسكر العقول حتى ما يشعر الإنسان. نعم، إذا طرب. نعم. وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله حمي الكؤوس، يعني الخمر. الغنى يعمل في النفوس ما لا يعمله الخمر من السكر ومن التمايل ومن الخروج عن شخصيته إذا طرب. نعم. فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق. نعم. وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق. نعم. حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله
وأجلب عليهم بخيله ورجله. الغنى صوت الشيطان، سماه الله صوت الشيطان. وأجلب بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذا في صوتك يعني الغنى. نعم. واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله وخزى في صدورهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني الغنى. يقول الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني لا تترك شيء معهم، لأنهم لما انصرفوا عن الله سلط الله عليهم الشيطان. نعم. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فأولياء الله ما يقدر الشيطان عليهم، وإنما يقدر الشيطان على أوليائه الذين يحبونه ويتولونه وينقادون له، هؤلاء يسلط الله عليهم الشيطان بسبب أنهم استبدلوا سماع القرآن بسماع الألحان والمزامير، فالله جل وعلا خذلهم. نعم. واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم بخيله ورجله وخزى في صدورهم وخزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار، وتارة كالذباب ترقص وسط الديار، فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءة من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام. أي هذا اتخذه المشركون والذين يتربصون بالإسلام الدوائر، يتخذونه حجة، يقول هذا هو الإسلام. شوفوا الإسلام وش يتمثل بهذولا اللي يرقصون وينكرون ويشربون الخمور والمزامير، يقول هذا هو الإسلام، يعني وهم يعلمون أنه ما هو الإسلام، لكن يريدون التضليل، ولا هم يعرفون أن الإسلام ليس هذا. نعم. الإسلام توحيد وعبادة وصلاة وزكاة وتلاوة للقرآن وجهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله، هذا هو الإسلام، لكن هذا ما يذكرونه لأنه ضدهم، إنما يذكرون في الساق المسلمين، يتخذونهم حجة على المسلمين. نعم. قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن. لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا ولا أثار فيه وجدا ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندا، حتى إذا تلي عليهم قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون، هلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد، وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات. ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله، والجنسية
علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا. نعم، كل يميل إلى ما يشاكله. أهل الصلاح يميلون إلى أهل الصلاح، وأهل الفساد يميلون إلى أهل الفساد. نعم. والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا، فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا؟ أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. أسلوب ابن القيم رحمه الله رفيع أدبي. نعم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ولقد أحسن القائل: تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه الله. وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي. سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى، زجرا وتخويفا بفعل مناهي. ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتها يا ذبحها المتناهي. وأتى السماع موافقا أغراضها، فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه عند الجهول الساهي. إن لم يكن خمر الجسوم فإنه خمر العقول مماثل ومضاهي. فانظر إلى النشوان عند شرابه، وانظر إلى النسوان عند ملاهي. وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد الله. واحكم بأي الخمرتين أحق بالتحريم والتأثيم عند الله. نعم، هذا الخمر أشد من الخمر العنب وخمر، لأن هذا السكر قليل يزول ما يدوم، ولكن خمر الهوى هذا ما يزول عن القلب أبدا. خمر الأغاني والمزامير ما يزول عن القلوب إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وهدايته، وإلا ما يزول منها. نعم. ولذلك قل من يتوب من المغنين والمغنيات وأصحاب المزامير، قل من يتوب منهم. ما نقول ما يتوبون، قد يتوبون لكن قليل هذا. نعم. وقال آخر: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى. وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا. شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا. وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. نعم. فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا. فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا. نعم، تنتنات المغنين. نعم.